انا ماشي في الشارع، انا الحمد لله قوي وصحتي كويسه، لكن واحد جايب لي 3 4 معاه وشويه صيع وطخ موقعني على الارض وقعد يضرب فيا، ايه خلاص الموضوع كده خلص؟ لا هي المفاجأة بس، يعني المفاجأة، لكن والله العظيم بعديها هقوم ان شاء الله، هنفض هدومي وهبقى اخر تمام وهاخد حقي مهما حاول. الله، هو لما واحد يطردني من شقتي، انا قاعد في شقتي لقيت واحد جايب لي شويه صيع بلطجيه وهوب يلا اطلع بره راح طاردني بره شقتي، خلاص كده؟ وبعدين بقى ايه، كل شويه عمال ايه يغير، عمل اوضه النوم عملها صالون، وخد العفش بتاعي مش عارف يرميه، مش خلاص كده؟ لا والله، بأقسم بالله ابدا لازم نكون اقوياء ونستعيد حقنا. احنا مش صليبيون زي اللي من ضربك على خدك الايمن اديله خدك الايسر. ده بعض المسلمين للاسف النهارده يقول لك من ضربك على خدك الايمن اديله قفاك، وخلاص بقى ما هم بص، اصل هم خلاص بص خدوا الاخ مرسي وعينوا، ده بيعينوا كله، ما هو طرطور زي الاهبل العبيط اللي كنا قايمين بثوره 25 والناس عماله تقول له ارحل يعني امشي، هو انت ما بتفهمش؟ وهو تعيين رئيس وزراء، انا ولدت في هذه الارض وانا اريد ان يا عم امشي يا عم، وكل اللي عمله باطل، لان ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل مهما حاولوا يدوا له اي صفه. انا ضربت مثل بقول واحد ماشي مع مراته في الشارع كده، راح طالع له شويه ناس، واحد لابسه ظابط وراح قايل له مين دي؟ قال له دي مراتي. لا، ايه اللي يثبت انها مراتك؟ قال له اهو العقد اهو. قال له وريني العقد. خد العقد قطع العقد. ايه دي؟ قال له دي بقت مراتي. وجايب طرطور هو واقف كده، ايه يا طرطور مش دي مراتي؟ قال له نعم، وانا اعمل لك العقد كمان عليها دلوقتي ان شاء الله. وفي دقن واقفه كده، دقون عره واقفين، ايه يا دقون نظامكم ايه؟ توافقوا على الكلام ده؟ قال والله حقنا للدماء نوافق انها تبقى مراتك ان شاء الله. وفي قسيس واقف، ايه يا ابوهم الموضوع ده؟ الرب يبارك، على البركه ان شاء الله. وبعدين في عمه واقفه، عمه على رمه وراس على تيس، ايه ما بتاع انت؟ انا ان شاء الله وكيله على الله، حلال كل ده يمشي؟ لا والله العظيم ما يمشي، ولا يحق الا الحق. والله عز وجل يقول سورة الانبياء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، سورة الإسراء.